السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما شاء الله النهاردة كلام بيتكلم عن نفسه، والنهاردة الطبق بيتكلم عن نفسه. النهاردة ولا أعظم حاجة يا جماعة، مشويات على الفحم على الشعرة كده مستوية ما شاء الله. حبة تكات كده عملناهم في الوصفة بتاعت النهاردة. لأول مرة تشوفوني أنا اسمي منى ودي قناتي. اشتركوا في القناة وفعلوا زر جرس التنبيه عشان يوصلكم إشعار بكل وصفة جديدة أنا بنزلها على القناة. النهاردة عملت الكفتة المشوية زي ما شفتوا كده في الفيديو، طرية كده وجوسي وجميلة جدا جدا جدا. هقولك على شوية حركات كده تعمليهم. يلا بينا نشوف المقادير والوصفة مع بعض. ده عندي حوالي كيلو الا ربع كده من اللحمه، حوالي 750 جرام. اهم حاجه اللحمه في القطعيه بتاعه اللحمه هي اللي بتفرق في الكفته يا جماعه. اللحمه بتاعه الكفته بتبقى من قطعيه الرقبه، تمام، او بتبقى ناعمه شويه او بتبقى مفرومه مرتين في الكبه او في مفرمه، تمام كده. اول لما تيجي تجيبيها بس قولي له افرمها لي مرتين، تمام كده. هنا دول عندي بصلتين متوسطين، بشرتهم في المبشره، تمام، او في الكبه ناعم جدا. اهم حاجه بس البصل بيكون ناعم جدا في البشر بتاعه، تمام. حطيت عليهم هنا نص معلقه من الملح عشان البصله تنزل الميه بتاعتها، تمام. قلبتهم كويس جدا مع بعض كده وهركنهم على جنب عقبال ما اتبل في الكفته. هحط عليها حوالي ربع معلقه من الملح كده تاني، تمام، رشه ملح بسيطه بس مش لازم ربع معلقه، لان انا هضيف دلوقتي خلطه الكفته بتاعت ماي واي من ماي شيف. تحفه من الجمال، فيها جميع التوابل اللي هي تخص الكفته، كفته الحاتي. يعني كل اللي بيحطوا محل المشويات كله في الخلطه دي. ما شاء الله الطعم بيبقى تحفه تحفه تحفه، بتبقى مظبوطه جدا. على الظهر العلبه كده بتلاقي عليها الوصفة ازاي تعمليها ومقاديرها بالظبط، تمام. دي شكل العلبة كده، هفتحها معاكم جربوها. ولو عايزين تشتركوا في القناة وتوصيل اي منتج من شركة ماي واي اكتبوا لي في الكومنتات وانا هساعدكم، تمام. قصيت كده الكيس بتاع الكفتة بتاع التوابل، تمام. هفتحه وهاخد على الكيلو الا ربع كده معلقة ونص من خلطة الكفتة، تمام، لان انا لسه هضيف اضافات تانية. خلاص، بصوا كده ريحتها كانت تحفة من الجمال، عليها بقدونس كمان وعليها توابل كده وعليها خضروات تحفة من الجمال. انا لاحظت كده ان فيها بقدونس مجفف. برش برضو رشة بسيطة كده جدا من الفلفل الاسود، ودول بقى 3 فصوص من الحبهان بيودوا الكفتة في حتة تانية. بجد يعني كانت تحفة من الجمال. 3 فصوص حبهان دول. وصفة الحبهان دي انا واخداها من عند حد بتاع مشويات يعني، كلتها من عنده فحسيت بطعم الحبهان. البذر الصغير ده كان فيها، تمام. كان عاطي كفتة طعم حلو جدا مع الشوي كمان ومع الفحم، بيوديها في حتة تانية. اهم حاجة بس ما احطش القشرة، تمام. باخد القلب بتاع الحبهان بس زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله حطيت 2 بس، ما حطيتش 3 عشان الحبهانة كانت مليانة. وهنا كده هجيب البصل اللي انا فرمته وحطيت له الملح عشان ينزل ميته، بصفيه من المية بتاعته كويس جدا. باخد بس البصل بعد ما اصفيه هحطه على الكفته، وهاخد طبعا ميه البصل هستعملها في الكفته، هصبع بيها الكفته زي ما انتوا شايفين كده، تمام. اهم حاجه بس بنزل الميه كلها من البصل. دي الميه كلها اللي نزلت من البصلتين. حطيت لي الكيلو الا ربع بصلتين متوسطين كده، تمام. خلاص كده. وده بقى وحدايه من الفلفل السبايسي، ده بيودي الوصفه برضو في حته تانية، تحفه تحفه تحفه. برضو يا جماعه كلته في محل مشويات، كلت الكفته في محل مشويات بس ده محل تاني. يعني بصوا احنا من كل بلد بقى بناخد حتة، ما شاء الله. كان يعني عاطي الكفتة طعم حلو قوي، بالذات الكفتة المشوية، تمام. بقطعه كده زي ما انت عايزة تقطعيه تقطعيه، عايزة تقطعيه اقل من كده كمان قطعيه مفيش مشكلة، عايزة تفرميه مع اللحمة مفيش مشكلة. بس اهم حاجة بتشيلوا منه البذر عشان ما يخليش الكفتة حامية جدا زيادة عن اللازم، وعشان كمان لو في اطفال. خلاص كده قطعت الفلفل كده طرنشات صغيرة خالص، تمام، زي ما انتوا شايفين كده. وعايزه بشره جزر بسيطه برضو بتدي طعم حلو قوي وبتزودها، تمام. عايزه تدي بطاطس ادي بطاطس مفيش مشكله، البطاطس برضو بتودي الكفته في حته تانية. بس انا حبيت النهارده اعملها كده ساده. وصفه النهارده تنفع في العزومات يا جماعه، هتشرفك بجد. وطريقه الرز كمان هنزلها لكم في نفس الفيديو،
تمام. الرز البسمتي الميكس كان النهارده تحفه من الجمال مع الاضافات اللي انا حطاها، تمام، مع طريقه التقديم، تمام. يعني هتشرفك بجد في اي عزومه. قلبتهم كده كويس جدا مع بعض، وهنا كان عندي قطعه من الدهن بشرتها بالمبشره، تمام، وضفتها عليها. كده كده اللحمه عليها دهن، بس انتي لما بتزودي شويه في الدهن، يعني المفروض الدهن يبقى ربع كيلو واللحمه كيلو، يبقى يعني نسبه حوالي 20% كده من اللحمه بتبقى دهن، تمام. دي اهم حاجه برضو في الكفته، هي دي اللي بتديها الطعم الحلو وبتخليها جوسي كده لما تتشوي، تمام، ما بخليهاش تنشف وتقدد، مع الاضافات برضو اللي انا هضيفها دلوقتي معاكم. تمام كده. بخلي الكفته بقى خلاص كده خلصتها، بسيبها تتشمع في التلاجة حوالي ساعتين تلاتة، تمام، او ساعه مفيش مشكله، يعني حتى لو عملتيها كده هتبقى زي الفل، بس بيبقى الافضل ان انتي بتسيبيها ساعه او ساعتين في التلاجة. تمام خلاص. وانا جايه بعملها بقى، تمام، ان كده انا حضرت الصاجه بتاعتي اللي هشوي عليها، دي صينيه وفوقيها شبكه، مفيش اكتر ولا اقل من كده، بس بتبقى تحفه من الجميل يا جماعه، افضل بكتير جدا من لما بتعمليها على صينيه، في صينيه مشويه يعني. هنا حضرت المقور بتاعي، او اي حاجه عندك عايزه تعملي بيها تصبحي بيها كفته مفيش اي مشكله. هنا جبت ميه البصل، هضيف عليها شويه بس من الفلفل الاسود عشان انا كنت حاطه له ملح، تمام، ومعلقه من الزيت. خلاص كده. قبل ما اصبع الكفته يا جماعه بضيف عليها معلقتين كبار كده على الكيلو الا ربع من البيكنج باودر، ده بقى اللي بيوديها في حته تانية وبيخليها تفنش كده وتكبر، ما تضمرش، ما تخسش معاكي في الفرن بالمعنى الاصح، تمام، وهي بتتشوي. كده خلاص بجيب المقور بتاعي او اي خشبه عندك او آم، اي حاجه عايزه تعملي، عايزه عندك قلم، ساعات بعمل على قلم، عصايه الشيش تاووك، مفيش اي مشكله. خلاص كده. اهم حاجه ان احنا بنشكل على حاجه بنخليها تبقى فاضيه من جوه عشان تستوي كلها. خلاص كده. بصوا بقى، بجيب هنا قطع كويسه كده من اللحمه وبحطها على المقوار او اي حاجه اللي انا الآلة اللي انا الحاجه اللي انا بشكل بيها، تمام، علشان صباع الكفته يبقى محمل كده، تمام، ويبقى كبير، ما يبقاش اول ما يخش الفرن يبقى صغير يقدد وينشف. وبدخلها على درجه حراره عاليه، اهم حاجه درجه الحراره يا جماعه اللي بدخل فيها الكفته بتبقى عاليه، تمام كده. هنا الرز البسمتي نقعته حوالي 3 4 ساعات كده، وصفيته زي ما انتم شايفين كده، وحطيت عليه التوابل بتاعته. حطيت ايه؟ حطيت كركم، معلقه من الكركم، شويه من الكزبره، شويه من التوابل المشكله توابل اللحمه، تمام، وشويه شويه فلفل اسود. خلاص كده. جبت الحله وحطيت فيها بصلايه واحده بس، تمام، عشان شكل البصل وطعمه ما يبقاش ايه كتير في الوصفه. حمرتهم كده وضفت عليهم 3 ورقات من اللوري. وهنا ضفت الرز، تمام، بالبهارات بتاعته جاهزه اهي، مفيش اي مشاكل معايا. بشوح بقى، اهم حاجه في الخلطه دي في الرز ده يا جماعه وطعمه الحلو قوي، ان انا بشوح كل التوابل اللي انا حطيتها دي. طبعا ما تبالغيش خالص في التوابل، يعني عشان يبقى طعمه حلو كده واحسن من المحلات كمان، وليه طعم. بشوحه كويس جدا كده مع البصل لما يحمر. التشويحه دي هي اللي بتديه طعم حلو قوي. ضفت له هنا معلقه الا ربع من الملح، وازوده كده ميه سخنه. خلاص كده الرز بتاعي خلص، تمام. بطفي عليه، قصدي معلش، بغطيه وخلاص على كده. هنا بقى الكفته بتاعتي فتحت عليها بعد ربع ساعه بالظبط، انا مشغله عليها الشوايه والفرن، شايفين بقى تحفه. وده كده شكلها بعد ما طلع من الفرن، وظبطتها بقى وظبطت الدنيا، وحطيت الرز البسمتي بعد ما استوى يا جماعه، كان تحفه من الجمال. شويه البقدونس كمان اللي بيتحط على الوش دول بيطلعوا الزيوت العطريه اللي فيهم، بيخلوا ريحه المشويات، والفحم اللي انا حطيته في الطاسه كده في الصينيه في الفرن بيشيل الريحه دي خالص، وبيديها ميكس كده حلو قوي وطعم حلو مع بعضه، طعم حلو جدا جدا جدا. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفه دي، هتنفعكم جدا في العزومات. والى اللقاء بفيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.